السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي، مصرية عايشة في تركيا. لو اول مرة تشوفيني هقول لكم النهاردة، انا طبعا انتوا عارفين ان انا تعبانة بقالي حوالي اسبوع كده تعبانة، يعني الحمد لله. برد جامد قوي قوي، وكلنا تقريبا خدنا نفس الدور كده، كلنا تعبنا الحمد لله رب العالمين. والحمد لله بدأنا يعني الحمد لله يعني نتعافى الحمد لله. وعيد ميلاد دودو بقى الصغنطوطه، بنتي الصغنطوطه بقى عيد ميلادها ان شاء الله. كان امبارح، انا بسجل لكم الفيديو ده تاني يوم. فما حبيتش اكسر بخاطرها طبعا. أنا كان نفسي يعني كان نفسي اعمل لها حاجات كتير جدا، وكان نفسي اعمل لها تورتايه انا بايدي، لان انا بحب اعمل تورتات جدا. وكان نفسي اعملها شغل كتير جدا، بس طبعا انتوا عارفين بقى الواحد عشان تعبان وكده، ف كل اللي كان في دماغي ما اتظبطش قوي. فقلت ما اكسرش بخاطرها واعمل حاجات حتى لو كانت بسيطه. التفريزات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض لو تفتكروا، في تفريزات رمضان هي نفعتني. طلعت كيسين كده من اللي انا كنت مطلعاهم، من اللي انا كنت مفرزاهم، وقلت بقى ايه يعني هينفعوني كده في البوفيه بتاع حفله عيد ميلاد دارين. فقلت اعملها معاكم كده، واجهزها معاكم كده واحنا مع بعض، يعني تشوفوا التحضيرات معايا. هي تحضيرات بسيطة جدا جدا، بس انا قلت يعني ايه اشاركها معاكم. زي ما انتم شايفين كده، انا طلعت المخبوزات بتاعتي دي، كانت نص سوا. طلعتها حطيتها في صاج من بتاع الفرن، وحطيت ورق زبده ورصيتهم كده عليه. وهي كانت كام واحده ميني بيتزا، والباقي كانت كورنيهات اللي احنا عملناها بالعجين. دي حطيت على وشها، دهنتها بالبيض والحليب، وحطيت على وشها سمسم وحبه البركه. وهعمل وحدات البيتزا دي بالحشوه اللي موجوده عندي. انا الحشوه اللي كانت موجوده عندي اللي هي الكشار واللانشون او السلامي المبشور. واحط كام حته فلفل كده ملون، وكام واحده زيتون كده، وهدخلهم على الفرن. انتوا عارفين بقى يعني التفريزات في اوقات زي كده بقى، احنا بنتكلم في كده تفريزات زي كده بتنفع بقى في وقت زنقه، في وقت انت تعبانه فيه، في وقت انت متاخره تدخلي المطبخ. فبتحسي ان الحاجات دي بتنفعنا جدا جدا جدا، يعني بتقلل علينا مجهود، وبتوفر علينا وقت كتير واقفه في المطبخ. بس زي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا زي ما انتوا شايفين طلعت حاجات من الفريزر. وفي حاجات عملتها، كنت السابليه اللي انا كنت عاملاه للعيد برضو طلعت منه طبق كده اهوت على السفره عشان يبقى حاجه حلوه كده. والشوكليت بولز اللي انا كنت عاملاها، اللي هي اللي عملتها معاكم امبارح دي، اللي كانت متغرقه بالشوكولاته دي، عملتها برضو، طلعتها برضو، حطيتها لها في عيد ميلادها. كان طعمها تحفه تحفه، مش عايزه اقول لكم. وشكل البوفيه على ان هو بسيط، لكن والله كان جميل جدا، اتبسطت بيه جدا جدا، وعايزه اقول لكم كلنا اتبسطنا. دي الحشوه بتاعت الكورنيهات بقى. دي جبنه كريميه، اي نوع جبنه كريمي عندك بتخففيه بشويه لبن. وبتحطي بقى اي حشوه انت عايزاها يعني. انا حطيت معاها حبه البركه، عشان انتوا عارفين حبه البركه بتليق معاها جدا. فانا رحت قلبت الكلام الجميل ده كله كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت بقى حبه البركه، وهحطها في القمع عشان يعني ايه، انسب حاجه. يا اما كيس حلواني عشان تقدري تتحكمي في إن الحشوه تنزل في الكورنيهات، عشان انتوا عارفين الكورنيهات بتبقى رفيعه. فانا قلت ده انسب حاجه يعني. هحط الحشوه بقى في الكيس بتاعي. الكيس ده طبعا اي كلام، مش عايزه اقول لكم يعني فظيع، يعني قلته احسن بصراحه. بس هحط الحاجات كده، الحشوه بتاعتي هحطها في قلب الكيس الحلواني، وهبدا بقى ايه، وهبدأ بقى ان انا احشيها، بس بعد ما تطلع من الفرن وتهدى، لانها بتبقى سخنة جدا. وعشان كمان الحشوة بتاعتي ما تسحش فيها، فلازم نستنى لما تهدى خالص، وبعدين نحشيها زي ما احنا عايزين. حشيتها قبل كده حشوة البطاطس بتاعت البوريك التركي. كانت حلوة جدا، طعمها كان مميز جدا جدا برضو مع الحشوة بتاعت مع طعم الكورنيه نفسه، طعم المخبوز نفسه حلو جدا. مع البطاطس كانت فظيعة. انا طبعا خلاص طلعت وحدات البيتزات كده في طبق على جنب، وسبت دول بقى يهدوا. وهبدأ بقى في الحشوة كده زي ما انتم شايفين. بصوا، بتبقى شكلها حلو جدا بقى، مقطعة مكعبات فلفل صغيرة خالص، وسلامي مبشور، وجزر مبشور. الجزر بيبقى حلو جدا جدا مع الحشوة دي. بصوا بيبقى شكله تحفة. بيبقى حلو بقى فين، في الحفلات، في حفلات عيد الميلاد، في حفلات النجاح، في السهرات بيبقى حلو جدا.
في العزايم برضو لما تحبي تعملي سفرة كده فيها نواشف كده وبتبقى شكلها حلو جدا وشيك. في افكار كتير ليها الحاجات دي. الحاجات اللي هي عاملة زي السواريهات دي بتبقى صغنططة كده وحلوة على قد ايد الاطفال، على قد يعني على قد ايد اللي بيستخدمها كده، فبتبقى مش كبيرة قوي وشيك في نفس الوقت. بصوا بتبقى بالمنظر ده لما بتتحشي بيبقى شكلها تحفة. هكمل بقى كل الحشوه بتاعتي. بصوا كيس الحلواني او القمع دوت، يعني لو هو نوع كويس كان يعني هيوفر لي كتير جدا، بس هو طلع عيني على بال ما حشى الكميه دي بصراحه. في الاخر خالص اتقطع يعني ما استحملش. الحشوه بتاعت الفلفل برضو الالوان مع مع طعم الجبنه بحبه البركه كان حلو جدا برضو. بصوا يعني تحسوا ان الحشوه تقيله قوي على القمع. يعني انا طبعا زودت جبنه بس هي الحشوه تقيله جدا. ممكن بقى بدل ما تقطعي اللانشون دوت تبشريه، ممكن تقطعيه مكعبات صغيره كده. بصوا ده شكل ده شكل المخبوزات اللي احنا عملناها. تمام. لسه بقى احطها على الترابيزه بقى بتاعت عيد الميلاد اهو. هبدا بقى اجهزها معاكم زي ما انتم شايفين كده. حطيت الكوسترز دي، يعني انا جهزت كده في المطبخ يعني. تعرفين احنا كلنا الصراحة كنا تعبانين جدا، يعني كلنا خدنا الدور وكلنا تعبانين جدا بما فيهم دارين، يعني كانت تعبانة بس يعني ما رضيتش ازعلها. قلت لا هعمل لها عيد ميلادها في ميعاده يعني باللي موجود. حطيت كان عندي تفاح حطيته، وجبت لها التورتيه الجميله دي على ذوقها، هي اللي نزلت اختارتها بنفسها. والشوكليت بولز اهي اللي انا عملتها معاكم. وده السابليه اللي احنا عملناه برضو مع بعض على القناه. حلو جدا وطعمه تحفة. ودي الكورنيهات اللي احنا حشيناها دلوقتي مع بعض. وبصوا يعني هي حاجة بسيطة لكن هي فرحت بيها وانا كمان والله فرحت ان انا يعني فرحتها. ربنا يبارك لنا في ولادنا كده ويحفظهم من كل سوء ويقدرنا كده على اسعادهم يا رب، اللهم امين. بس بقى جبت لهم بيبسي بقى، انا ما بحبش اجيبه كتير بس انا جبت لهم بيبسي بقى على طلبهم برضو. عشان يعني قلت ايه يعني ما زعلهمش، عشان انا ما رضيتش اجيبه. احنا بنجيبه في العادي بس على فترات، لكن هم عشان تعبانين ما كنتش حابه ان انا اجيبه، بس هم اصروا يعني وقلت لهم ماشي يلا مفيش مشكله. وده كان البوفيه بتاعنا بتاع حفله عيد ميلاد دودو. لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك، ما تنسوش كومنت حلو كده منكم. ما تنسوش اللي اول مرة ينورنا ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل حاجة احنا بنعملها مع بعض. بصوا الجمال. بصوا هسيبكم بقى مع حتة صغننة كده وهي بتطفي الشمع وهي فرحانة. انا بصوا يعني هحاول اجيبها لكم كده وهي فرحانة فرحانة جدا. بصوا ربنا يسعد ولادنا كلهم ويسعدنا بيهم. اشوفكم على خير. باي باي.